السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ نتمنى كاع تكونوا بخير ان شاء الله وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم حبيباتي جيتكم بالطورنو تاع زمان. يجي العجينه طريه بزاف، لاباط تكون طريه بزاف، واللي اهم من ذلك الطليه تقعد لكم طريه لاطول مده ممكنه. قبل ما نطول عليكم فيديو، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونقولوا بسم الله للوصفه تاعنا. هنا البنات غادي نعطيكم بالعبر، عبرت لكم بهذو لي بول تاع الشوربه او الحريره. درت عبر الا ربع تاع السكر، وثاني عبر الا ربع تاع البيض، وعبر الا ربع تاع الزيت. بلا ما نساو المنكه اللي هو قشور الليمون، وكيما تنجمي ديري قشور البرتقال ولا اي منكه تفضلي. المهم البنات درت دو باكي تاع خميره كيميائيه، وطبعا الفارينه. المهم البنات حطيت السكر والبيض مع بعضهم. المهم اني ضفت لهم شويه تاع الفاني، درت السائلات نجمي ديري البودره، وطبعا رميت القشور تاع الليمون ونطلع بالباتور. هذه ملاحظه مهمه عفوا، باش تجيكم الطورنو طري. من الافضل انك تطلعيه بالباتور، والا ما كانش متوفر عندك الباتور اضربيه بلافوي تاع اليد. المهم بلافوي تقعدي تضربي حتى يتغير لك كيما هكا اللون، كي شو راكي تطلعيه في الجينواز. هذه هي البنات. والملاحظه الثانيه تانيك، السر الثاني باش يجيك طري تانيك، كي تجي ترمي الزيت ارميه على شكل خيط كيما هكا، وانتيا تطلعي باش تتاكدي باللي هذاك الزيت دخل مليح، كيما نقولوا في الخليط تاعك الاول. هذه هي البنات، كيما راكم تشوفوا راني طلعتها مليح، جاء خليط رغوي. هنايا نستغنى على الرجلين تاع الباتور، ونروح نجيب الطحين او هو الفارينه. المهم هنا الفارينه ما عطيتكمش بالعبر، غادي ندير مباشره الفارينه. المهم غادي نوري لكم القوام تاع العجينه اللي لازم تتحصلوا عليه. وهنايا طبعا درت زوج باكي تاع خميره كيميائيه. هذه الباكي توزن 8 غرام. ونضيف الفارينة ونقعد نخلط. المهم اللي لازم تحصلوا عليها انها العجينة تكون طرية تتلصق في اليد. هذه ملاحظة نقولها ونعاودها، لان اي حلوى تاع زيت ما لازمش نشفوها بالفارينة. اكيد راح كيما قال لك تجيكم الحلوى قاصحة لو كان هي بالزيت وتزيدي تنشفيها بزاف بالفارينة. المهم البنات غادي لازم نخلوها تتلصق باش تجينا الحلوى من بعد كينا طريه. كيما راكم شفتوا ما درنا لا مايزينا لا والو. المهم العجينه لازم تكون لكم طريه. هذه ناكد ونعاود عليها البنات باش تنجح لكم الوصفه. كما راكم تشوفوا البنات هنايا بعد ما تلصقت لي كشغل حسيتها تتلصق في اليد، غادي نروح نغسل يدي نقيها ونجي نشوف اسكو نزيدها ولا لا. كما راكم تشوفوا هنايا ماهيش تتلصق، غادي نغطيها ونخليها واحد من 5 دقائق الى 10 دقائق، نخليها تروبوزي. غادي كشغل تشرب لنا كاع هذوك السوائل. كما راكم تشوفوا هنايا سيبو العجينه تاعنا راهي جاهزه. انا اختاريت هذو الطوابع، انتي تنجمي تاع النجمه الهلال كما تاع بكري، كنا امهاتنا كانوا يديرونا بكري طفيره صاوش، المهم اي حاجه. المهم الطابع اللي تفضليه. هنايا طبعا جبت شويه تاع العجينه، رشيتها غير بشويه تاع الفارينه، ونحلها على سمك نصف سنتيم 5 ملم. مانيش باغي انايا هذه حلوه الطابع تجيني كيما نقولوا خشينه بزاف، لاني غادي نزيد نطليها بالطليه. الا بغيتي عفوا الا بغيتي ما تطليهاش غادي من بعد كيما نقولوا تطليها بالبيض وكاع. هنايا العجينه خشنيها غلظيها شويه باش من بعد كي طيب لك تتشقق لك. انا مانيش باغيتها تتشقق، تفهمين البنات؟ انا مانيش باغيتها تتشقق، لاني لو كان نخليها تتشقق كي نجي نطلي فيها اكيد ذوك التشققات بالك يغبنوني يبانوا لي في الطليه وكاع. مانيش باغيتها تتشقق، راني باغيه السمك تاعها كيما هكا. هذه هي البنات نصف سنتيم 5 ملم. كما قلت لكم ولا ما بغيتوش تطلوها بهذه الطليه تنجموا تخشنوا لاباط تاعكم. سمحوا لي نعاود في الهضره، كاين بزاف اللي كما قال لك الا حتى تعاودي لها بزاف باش تفهم، ماشي ما تفهمش مي كما قال لك للاعاده افاده. معليش البنات بتفهموا كاع. المهم هنايا درت الطابع الاول درتها بالقلب، والطابع الثاني خيرت هذا الطابع تاع اللوزه، والطابع الثالث غادي نديره على شكل دائري هكا البنات. وطبعا كي نكونوا نطبعوا هنايا غادي نسخنوا الفرن في هذه المرحله، نسخنوا على 180 درجه باش نصيبوا الفرن سخون.
وطبعا تاني كاني مفرشه ما فرشت هذه المره الورق تاع الزبده، دهنت غير بالزيت وبالفرينه. انا عندي طبعا ورق الزبده مي كاين بزاف اللي مشي متوفرين عليه، مي مشي مشكل. اي حلوه تاع زيت كيما هكا ادهني غير بالزيت، ومن بعد كينا رشي شويه تاع الفرينه، اكيد ما غاديش تلصق لك. هذه هي البنات، وهذا الشكل تاعنا الثالث تاعنا غادي نديره معاكم. وطبعا لازم في الفرن من نحمروهاش بزاف باش شغل ما كي شغل كل اي حلوه تاع زيت لو كان طيبيها فوق زياده غادي تقسح لك من بعد كينا. غير عطيها غير اللون الذهبي من تحت ومن الفوق. هذه هي البنات الطياب تاني يلعب دور، ما لازمش كيما نقولوا تزيدي لها في الطياب. هنايا كيما راكم تشوفوا البلاطو تاعي ستفتاه وغادي ندخله للفرن. وهنايا طبعا راه طابلي كيما راكم تشوفوا، جا ما شاء الله كيما راكم تشوفوا غير ذهبي من تحت ومن الفوق. ونروحوا هنايا نحضروا الكلاصاج تاعنا. هذا الكلاصاج صدقوني غير روعه، يقعد لك لاطول مده ممكنه، ما غاديش كيما نقولوا يقسح لك ولا يقعد يتكرد لك ولا، فهمتوني؟ انا ما غنديرش فيه البياض لان بياض البيض هو اللي يخليه يقسح. المهم هذا الكلاصاج تنجمي ديريه لهذا الحلوه تاع الطورنو، تنجمي ديريه للكعكات للعرايش، اي حلوه ولا مخبز ولا اي حلوه تنجمي ديريه له. هنايا كما شفتوني راني درت نصف شاي. المهم هنايا العبار على حسب الكميه تاع الحلوه تاعك، تنجمي ديري بالمغارف، تنجمي ديري بالكأس تاع الشاي. انا هذا كأس تاع شاي درت النصف تاع ليمون، النصف تاع مزهر، ونصف تاع حليب، ونصف تاع الزيت. هذه هي البنات، وخلطتهم مليح. وهنايا نقعد نضيف في السكر غلاس. انا الباكي الاولى كنت قالعه منها غير شويه، وهذه باكي جديده بقات لي تقريبا النصف منها. المهم هنايا تانيك ملاحظه مهمه في الكلاصاج، لازم كيما نقولوا ما ديروش خفيف باش من بعد كينا الحبه تاع الحلوه ما تبان لكمش، كيما نقولوا الكلاصاج يهبط ويتعرى لكم. تيستو كيما هكا بالملعقه، الا بان لكم سطح الملعقه اعرفوا باللي خاصها السكر غلاس، ولا تغطت وقعدت كيما نقولوا جامد الكلاصاج فوق الملعقه معناتها هنايا راه جاهز. طبعا هنايا درت شباك وكاش حاجه هكا بلاطو ولا يقطر فيه باش من بعد كينا ريكيبيري كاع هذاك سمحوا لي عفوا، باش نريكيبيري كاع هذاك اللي يسيح من التحت. وهنايا هذه درت النصف درتها خليتها بالابيض، اللوغو تاعها اللي ما تامنوش البنات يجي بنين 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 بزاف، بلا ما نديرو فاني بلا ما نديرو والو، غير هذاك اللي يعطيه كيما نقولوا كلاصاج يجيكم شويه قارص، بنه اللي قاويه فيه يجي ما شاء الله. كما قلت لكم هنايا راني درت النصف تاع الحلوى درتها بالابيض، والنصف الثاني غادي نعطره ونلونه باللون الوردي اللي هو غادي ندير لاغوم تاع لافريز كما راكم تشوفوا البنات. المهم خلوه حتى يقطر شويه قبل ما تنشف لكم الطريه، لازم ديروا هكا ذوك العقاشات. انتم تنجموا ديروا هذيك الحلوه فيغميسي كما تاع بكري، تنجموا ديروا اي كما قال لك تزيين فوق هذه الطليه. هذه هي البنات. ومن بعد كينا بعد ما تقطر لي مليح نروح نفرش لها ساشي كيما هكا في بلاطو ونحطهم حتى ينشفوا. من الاحسن من 6 سوايع وفوق ولا يباتوا ليله كامله باش تشوف لكم الطليه مليح. هنايا الطليه اللي بقات لي بغيت كيما قلت لكم درت لها لاغوم. هنايا زيت، انا ما بغيتش هذا اللون، بغيته غوز كلير مي كثرت شويه لاغوم. صراحه انا نبغي لوغو تاع الفريز على هكاك شغل ما حسيتش بروحي حتى زيت. المهم هذه هي البنات، غادي نقلاصي معكم حبات تاني بهذا اللاغوم تاع الفريز، عفوا بهذه الطليه الغاز او هكاك، ونخليها تقطر. نخدم قبل بالبيضه باش كي تسيح لنا كيما نقولوا ما تتخلط الناش، فهمتوا البنات؟ هنايا كيما راكم تشوفوا بعد ما قطرت لي جبت فاني هذا العقاشات جايين شغل برونز، غادي نزوق بهم هذه الحبات، ومن بعد كينا نحطهم كيما الوالا في البلاطو. هنايا بعد ما نشفوا كيما راكم تشوفوا البنات جا يشاهي هذا الطورنو، شاهيتكم بالجنة حباباتي. المهم جا ما شاء الله لاباط جات روعه، الكلاصاج تاني كطريدو في الفم. غادي نقسم اكيد معكم حبه كيما عودتكم دائما وتشوفوا القوام تاع
تاع لاباط تاعنا. عليكم قسمتها بالموس بالخفض، قسمت عليكم اكيد غادي نفتح لكم كما عودتكم دائما. عليكم جات لاباط طريه كانك راكي خادمتها بالزبده. هذه هي البنات، ان شاء الله بربي الفيديو تاع اليوم يعجبكم، ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.